الناس شافت الشهادات اللي انا نزلتها، داخله تقول لي انت مغرور، انت مش عارف ايه، واللي داخل يقول لي انا بنصحك، واللي داخل يقول لي الموضوع مش بالشهادات. فخلينا نرد سريعا كده على شويه الناس اللي هي بتتكلم دي. رقم واحد، لو انت شايفني ان انا مغرور، فالحمد لله الناس اللي اتعاملت معايا على المستوى الشخصي عارفه كويس قوي مين هو احمد رشدي ويتعامل ازاي مع الناس، والحمد لله عمري ما كان فيه غرور ولا كان فيه حاجه، ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. رقم اتنين، ما تخشش تنصح حد بنصيحة انت ما تعرفوش، لان من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. رقم تلاتة، الموضوع مش بالشهادات. ايوه هو فعلا مش بالشهادات، بس الكلام ده للشهادات اللي هي بتروح تاخدها وبتدفع فلوس، وواحد صاحبك بيحل لك الامتحان فبتنجح ويبقى معاك شهادات واسمك مدرب. لكن لما تيجي تتكلم مع واحد اشتغل 18 سنة في جيمات، من اقل جيمات لاعلى جيمات، اشتغل مع ابطال عالم، الشهادات اللي حصلت عليها الامتحان بتاعها حضوري ومتراقب بالكاميرات اونلاين، ولو فكرت تبص جنبك الامتحان بيتقفل. فما تجيش تقول لي انا مش ايه مش بالشهادات. انتوا اللي مصعبين الموضوع. في ناس بيكون عندها معلش شويه نقص فبتفهم الناس مغروره، والله لا في غرور ولا في اي حاجه. فاللي عايز اوصله لك، ما تحكمش على حد انت ما تعرفوش ولا اتعاملت معاه. لما تتعامل مع الشخص ابقى احكم عليه. اتمنى كده تكون الرساله وصلت.